اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نكشف لكم واحد السر الكبير ديال السكسو، عمركم ما سمعتوه عليه، ما كاين حتى في اليوتيوب. السر ديال الكسكسو المغربي الخفيف والمفوح اللي كيخلي كل واحد كياكلو وكيقول واو على هاد السكسو. السر اللي كيخلي الكسكسو طوب وحقيقي، وغير من الريحه ديالو كتعرفوه بلي راه زوين، بلا ما يتعجن ليك بزاف وبلا ما يلصق لك. وهاد الطريقه سهله وبسيطه اللي تقدري ديريها حتى في الدار، ولو ما عندكش معاه حتى الكوزينه، يعني ما عندكش مع الكوزينه ولا ما عندكش مع الطبخ. ايوا خليكم معايا خطوه بخطوه، من اول تنظيف ديال الخضره حتى الطبق ديال النهائي، وغادي تشوفوا كلشي بالتفصيل اللي كتفرق النتيجه النهائيه. ايوا بسم الله على بركه الله نبدا. وانا هنايا كنقشر الخضره ديالي. انا حضرت هنايا عندي الجزر، عندي باذنجان، عندي بطاطا ومطيشه والبصله. اللي عندك في الخضره ديريها، يعني ماشي بالضروره شي حاجه اللي عندك ديريها. كسكسو كيجي باي خضره كيجي بها زوين، بحال يعني سواء عندك الكرا ديريها، ما عندكش ديري غير هاد الشيء اللي درت انا. ايوا كديري اللحم، الا عندك اللحم ديريه، ما عندكش ديري الدجاج حتى هو كيجي فيه زوين وبنين. ايوا كل وحده عندها السر ديالها في الخضر. واول حاجه كنبداو بهاد الخضره، كنغسلوها مزيان، نحيدو منها الوسخ وداك التراب اللي فيها ديال البطاطا، كنغسلوه بالماء البارد مزيان. ومن بعد كنقشروهم، كل وحده كنقشرها بوحدها، وكنقطعوا كل حاجه كنقطعوا نفس الحجم باش كلشي يطيب مزيان وما يكونش عندنا الفرق لا في المده ولا في اللون. وهذه هي اول خطوه المهمه اللي كتضمن لنا ان هذا الكسكس يكون زوين وممتاز. وكل خطوه صغيره كنزيدوها اليوم عندها تاثير كبير في النتيجه النهائيه، حتى من الريحه راه كتفتح الشهيه قبل ما نكملوا الطياب. ايوا خليكم معايا باش تشوفوا كل السر. دابا راه قشرت الخضره وقشرت باذنجان، ما كنقشروش هو غير كنقطعو، كنغسلو كنقطعو. وهنايا شرملت ماشي شرملت، عفوا قطعت البصله، حطيتها في الكس في هذا ماشي، حطيتها في الطنجره. البصله قطعتها مربعات صغيره، وحطيت الدجاج ديالي، ودرت هنا الخرقوم، ودرت لي بصار تحميره يسكنجبير مليحه. شنو اخر، الثومه الا عندك ديريه، الا ما عندكش بلاش، على حسب الا بغيتي الريحه ديال الثومه. ودرت هنايا قزبور ومعنس، ودرت شويه د الماء والزيت روميه، يعني الا عندك بغيتي دير لي زيت المائده وزيت العود بحال الا بغيتي ديروهم، الا ما بغيتيش ديري غير زيت المائده، كتجي فيهم كلهم زوينين الا عندك. ايوا صافي كنشرملو الدجاج مع هاد البصيله. ملي كنشرملوه هنا جيت جبت كسكسو. دابا هاد الجزء هو المهم، النجاح ديال الكسكسو. كنجيب الكسكسو كنحطوه في الطبق الكبير وكنرطبوه بالماء. هنايا لاحظتوا هنا غسلت كسكسو وكبيت داك الماء وخليته يرطب في داك الماء، يعني يتشرب داك الماء. ومن بعد ما غاديش نخليه بزاف، نخليه غير شويه، ماشي 3 دقائق هكاك 4 دقائق. ومن بعد ملي يطري يعني غيكون باقي طري مازال، باش تفرقوه كنفرقوه بيدينا بحركات خفيفه، وكنخليه شويه. ومن بعد وصافي ملي كنفرته بيدينا صافي كنوجدوا الكسكاس وكنكبوه فيه.
راه يتفور على البخار. وهنايا السر اللي كيخلي الكسكسو الخفيف مهوي بلا يعني هو الصبر، يعني تخليه في الكسكاس ديك الطلعه ديال الخضره وديك البخار ديال الدجاج كطلع منه هاد الريحه، كيجي كسكسو زوين. وكتكون فيه ديك البنه، ماشي بحال مثلا الا فورتي الكسكاس يعني كديريه في الكسكاس كديريه غير في الماء، يعني طنجره في التحت ما كديريش ديك الخضره، كديري غير الماء. داك الكسكسو ما كتكونش عنده البنه، حيت الاكثريه ديال البنات كنشوفهم كيديروا الخضره في الكوكو وما كيديروش الخضره في هذا في الطنجره باش ديك الخضره تطلع مع الكسكسو كتجي الريحه بنينه وزوينه. هذا هو السر اللي زوين في الكسكسو. وهنايا شرملت درت في الهاشوار مطيشه ومعلقه ديال التحميره ومعلقه ديال ديك الطماطم المصبره وخلطتهم مزيان وكبيتهم في ديك الطنجره اللي فيها الخضره واللي فيها الخضره واللحم والبصله. شرمتهم مزيان. وهنايا عاود كبيت كسكسو ملي تفور التفويره الاولى، درت ليه هنايا عاوتاني شويه الماء، كنفزكو بالماء ودرت ليه الملحه والزيت الزيتون وصافي كنحركو شويه بشويه حتى كيتفرتت يعني كيتفرتت كيولي حبه حبه. راه الطريقه بهذا السر هي انك تخلي السكسو يكون كل حبه فحالها تفور على البخار وتفاعل مع ديك النكهه، وتشوفوا كيفاش كيولي مفوح وكيتفرقوا الحبات بلا ما يلصقوا. وهاد العمليه راه كتضمن لنا الكسكسو راه ناجح 100%، وغادي يكون طوب. وكل خطوه راه كتسهل علينا الخطوه اللي بعدها وتزيد لينا الفضول باش نشوفوا النتيجه الاخيره اللي هي النتيجه النهائيه. وها هو لاله مولاتي الكسكسو ديالنا المفوح والخفيف والطعم ديالو طوب والريحه ما نعاودش ليكم الريحه كيفاش دايره يا البنات. راه الريحه كطلع من هاد السكسو راه زوينه والريحه بنينه، غير من الريحه ديالو راه كيبين سكسو راه زوين وطوب ما كاينش حقيقي. جربوها اليوم قولوا لي في الكومونتيرات رايكم ديال السكسو كيفاش داير من الديكور ومن الريحه الا شميتوها. وهنايا صافي صبيت السكسو ديالي درت ليه الخضره وجا رائع وجا زوين والبنه ديالو زوينه والسكسو راه كل حبه مفرقه على الاخرى. ايوا عجبتكم النتيجه وما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع احبابكم مع العائله والاصدقاء باش يستافدوا بحالكم. والصراحه هذا هو السر ديال اللي بينا اليوم اللي غادي يبدل الطريقه ديال الكسكسو ديالكم الى الابد. وخليكم معايا الفيديوهات الجايه ان شاء الله، غادي نوريكم اسرار اخرى اللي كتخلي اي وصفه ديالكم مذهله ورائعه. وشكرا، جزاكم الله خيرا.